في مشهد دبلوماسي هادئ لكن بالغ الأهمية، قرر مجلس الأمن اعتماد القرار رقم 2797 الذي يكرس واقع الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي لقضية الصحراء المغربية. لكن ما أثار التساهل هو موقف روسيا، دولة تملك حق النقد ومع ذلك لم تستعمل الفيتو ضد المغرب. لماذا التزمت موسكو الحياد في ملف حساس كهذا؟ الجواب يبدأ من مصلحة روسيا الاستراتيجية في شمال إفريقيا. الكريملين يدرك أن المنطقة ليست مجرد صحراء، بل مساحة نفوذ وطاقة وطرق تجارية بحرية، وأي قرار في الصحراء له تأثير مباشر على توازن المنطقة بين المغرب والجزائر. لهذا اختارت موسكو سياسة دقيقة، لا عداوة مع الرباط ولا قطيعة مع الجزائر. من جهة تجمع روسيا والجزائر علاقات عسكرية عميقة تمتد لعقود، فموسكو هي المزود الأول للجيش الجزائري بالسلاح، وهناك تعاون وثيق في مجالات الغاز والطاقة. لكن من جهة أخرى تطورت العلاقات الروسية المغربية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. اتفاقيات في مجال الصيد البحري والفلاحة، تجارة متزايدة في الأسمدة والمنتجات الزراعية، وموقف مغربي متزن من الحرب الأوكرانية، إذ لم تنضم الرباط للعقوبات الغربية ضد موسكو. كل هذا جعل روسيا ترى في المغرب شريكاً مستقلاً براغماتياً وليس تابعاً للغرب. لذلك لم يكن من مصلحتها أن تواجهه داخل مجلس الأمن، خاصة أن القرار الأممي تضمن صياغة مرنة تسمح لكل طرف بقراءة مختلفة. روسيا اعتبرت أن استخدام الفيتو كان سيفشل مهمة بعثة المينورسو ويضعها في مواجهة دبلوماسية مع عدة دول في وقت تحاول فيه كسب نفوذ سياسي واقتصادي في إفريقيا، فاختارت الامتناع لا الرفض، موقف محسوب بدقة يمنحها مساحة للحركة بين طرفي النزاع ويحافظ على علاقتها مع المغرب دون خسارة الجزائر. في النهاية يمكن القول إن موسكو تصرفت ببراغماتية واضحة، فهي لم تدعم القرار بحماس لكنها رفضت أن تقف ضده. إنه توازن روسي على الطريقة الكرملينية، لا أبيض ولا أسود، بل رمادي يخدم مصالحها في منطقة مغاربية تتحول يوماً بعد يوم إلى مسرح تنافس دولي جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالإعجاب والتعليق، فكل تفاعل منكم يعطينا طاقة لنواصل تقديم الأفضل.